تخيل إنك بتبيع غلايات شاي ومبيعاتك نايمة في العسل، هتعمل إيه؟ شركة فيليبس لقت حل عبقري، بس الحل ما كانش في الغلاية نفسها خالص. زناي في بريطانيا سوق الغلايات كان واقف ومفيش نمو. فيليبس لاحظت حاجة غريبة، الناس وهما بيشربوا الشاي بتاعهم كانوا بيصطادوا قطع بيضة صغيرة بالمعلقة قبل ما يشربوا. المشكلة دي ما كانتش في الغلاية، المشكلة كانت في المية بتاعة الحنفية. مية بريطانيا فيها أملاح بتترسب جوه الغلاية وبتعمل طبقة جير بتتقشر وتنزل في الشاي. صناعة الغلايات كلها كانت شايفة إن دي مشكلة الحكومة أو شركة المية ومحدش حاول يحلها، لكن فيليبس شافت فيها فرصة. عملوا إيه؟ صمموا غلاية جديدة فيها فلتر صغير عند البوز بتاعها. الفلتر ده بيمسك كل الجير المتراكم وهو نازل في الكوباية. الموضوع ده غير اللعبة تماما. الناس جريت عشان تشتري الغلاية الجديدة دي، وبقى فيه طلب تاني على الغلايات بعد ما كان السوق ميت. مبيعات فيليبس ضربت في السماء والصناعة كلها رجعت تنمو تاني. أزمون، الفكرة هنا إن مشكلة عميلك الكبيرة ممكن تكون بره منتجك خالص، ممكن تكون قبله، جنبه، أو حتى بعده. هل فكرت قبل كده إيه أكبر مشكلة بيواجهها عميلك وملهاش علاقة بمنتجك بشكل مباشر؟ سيبولنا رأيكم في الكومنتات.